السلام عليكم ورحمة الله متابعين والمشاهدين ديالنا، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال باذن الله. المهم دخلوا في المفيد. كيف ما قلت لكم وفي الفيديو اللي حطيت قبل هذا البارح، قلت لكم انه نجاة عتابو الفنانة ديالنا خدات كتر من حقها في الانتقادات. السيدة كتروا عليها بزاف في بعض القنوات، وكذلك حتى الناس اللي كتبوا التعاليق. قال لك هاد السيده راكم شفتوها هاجموها بشتى الطرق، يعني بزاف د الحوايج. مع العلم قلتها تاني في الفيديو الا دخلتوا تصنتوا ليه وسمعتوه، قلت هاد الفنانه قبل ما تكون عضوه في لجنه تحكيم النجم الشعبي، البرنامج اللي كيدوز من السبت على قناه الثانيه، قلت هاد الفنانه قبل ما كناش كنسيقوا لها الاخبار، كانت كتخرج كدير خرجات، حفلات، مهرجانات، عراس، ولكن كانت داخله سوق راسها، ما كتجبد حد، ما كتهضر مع حد، ما كتخرج في منصات التواصل الاجتماعي تعاطى مع هادي ولا مع هادي ولا مع هادي. كانت فنانه داخله سوق راسها. ولكن اللي وقع انه بسبب يعني تعليقها او لا واحد الكلمه قالتها هذاك الكونديدا اللي كان مشارك ايوب، راكم شفتوا اشنو طرا ليها، الهجومات الكثيره اللي هاجموها، قالوا لها ما خصكيش تقولي هاد الهضره، خاصو بالعكس المشارك يدخل طايق في راسو، وزيدوا زيد هاجموها. ومن تما بقى كل واحد فين ما كيخرج شي فنان، منهم ناديه العروسي، منهم سعيده شرف، منهم بزاف ديال الفنانين خرجوا وبداو كيهاجموا هذيك السيده. بداو المهم كيف ما كنقولوا الا كان شي واحد حيط قصير راه دغيا كينقزوه. علاش؟ لانه هاد الفنانه نجاة عتابو ما خرجاتش وما تعاطاتش معاهم وما صرحاتش وما خلاتهم. قالت لهم ياك بغيتو غير تركبوا على الموجه ركبوا على الموجه. انا قالت لهم القنوات ما كنقطعش لهم الرزق ديالهم، والبعض الفنانين بطبيعه الحال تما ما كنقطعش لهم الرزق ديالهم. خليكم ياك جبنا لكم ماده دسمه تلاهاو فيها. ولكن هادشي كتر، قالك الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني كتروا عليها. فاش كتروا على الفنانة نجاة عتابو التجأت للقضاء، لأنه هادشي اللي خصو يكون، التجأت للقضاء باش تاخد حقها. لأن فعلا السيدة كيف ما قلت لكم كتروا عليها في التعاليق، كتروا عليها في الفيديوهات، كتروا عليها في الهجوم، ما يعني بشتى الطرق كيف ما قلت لكم. مع العلم كنقولها ونعاود ناكدها، هاد الفنانه كون ما هاد البرنامج اللي هي مشاركه يعني كعضوه في لجنه التحكيم، ما كناش غادي يعني نسيقوا لها الاخبار، ما كانتش غتكون هاد الضجه، ما كانش يعني كيف ما قلت لكم انها كتخرج في الحفلات، يعني ما خلات حتى دوله، هي محبوبه عند الجماهير كاملين. وكنقولها ونعاود ناكدها، هي كصوت راه ما كاينش شي واحد بحالها، وباقي ما شفناش شي وحده اللي كتغني بحال نجاة عتابو، يعني باش نكونوا واقعيين. شوفوا واحد القضيه، انا ما جيت لا من هنا لا من هنا، يعني انا حياديه، كلمه حق كنقولها. السيده خدات كثر من حقها من الانتقادات بزاف، يعني في التعاليق وفي الفنانين اللي تيخرجوا. ولاحظتوا مؤخرا ان حتى الطليق ديالها ما صبرش ملي شافها انها كتعرض لهاد الموجه ديال الانتقادات والهجوم اللي تشن عليها، خرج وقال لهم راه واحد الفنانه كتدور بالملحفه ديالها، راه فين ما غنات نجاة عتابو حتى هي كتمشي تغني. وزاد قال لهم هادشي راه ما خصوش يدار، وزيد. المهم الفيديو راه كان انتشر البارح. فاليوم اذا بينا كنكتشفوا ان فعلا نجاة عتابو الفنانه ديالنا التجأت للقضاء، لانه فعلا خصها دير هذه الخطوه. الا ما دارتش هذه الخطوه، كل واحد غيجي يبدا ينتقدها ويجي يهضر عليها ويجي يهجم عليها، غيسحب لهم انها حيط قصير واللي جاي ينقزو. وكنقولها ونعاود ناكدها، الفنانه نجاة عتابو ما عمرنا شفنا يعني كانت كتعاطى مع شي واحد ولا خرجت في المنابر الاعلاميه ولا القناه ديال بنتها ولا القناه، يعني ما عمرها خرجات لا في اللايفات ديالها اللي كانت كدير مع الابنه ديالها لا حتى شي حاجه. حتى فاش وقع المشكل، يعني هو ما كانش مشكل بطبيعه الحال، يعني هي رايها قالته الكونديدا اللي كان مشارك وخداها بصدر رحب. يعني مع العلم ان العلاقه بيناتهم دابا كيزوروا بعضياتهم، كيتصل بها، كيصيفط لها الميساجات هاد ايوب، يعني وكل شيء. الناس باقيين هازين ديك الشوكه ديال ترى لا ما خصهاش تقول له ديك الكلمه. فكنعاود نقولها ونكررها، نجاة عتابو مشات والتجأت للقضاء باش تاخد حقها من واحد القناة اللي كتقول انها كترات عليها وهاجماتها وبغات تبينها في واحد الصورة خيبة، ودارت يعني شتى الطرق باش تخسر ليها الصورة مع الجمهور. وقالت لهم انا جمهوري عارفني وعارف نجاة عتابو،
وما نجيش يعني ما نحتاجش انه يجي واحد ويخسر لي الصورة ديالي لانه الجمهور عارفني. فما نطولش عليكم المتابعين ديال قناة الواقع في المواقع، كنتمنى التفاعل ديالكم، كنتمنى تقولنا الاراء ديالكم في الخانه ديال التعاليق، وكذلك ما تنساوش تلايكيو الفيديو، الناس يبارطاجيو الفيديو، الناس اللي مشتركينش في القناه يشتركوا فيها فضلا وليس امرا، ويفعلوا الجرس باش فين ما نحطوا ان شاء الله شي جديد يوصلكم باذن الله. وما نطولش عليكم ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. دوزو بخير.